هل السيرفرات عندك فعلا معزولة ولا بتعتمد على فيرتشوال ماشين بدون إدارة فعلية؟ لو مهتم تهيكل الداتا سنتر صح اكتب لي في الكومنتات أنا جاهز. تشغيل أكتر من نظام على الجهاز فكرة قوية، بس لما الموارد تتخانق، لما يحصل داون تايم، هل عندك نظام بيوزع الحمل بذكاء؟ زمان كان كل سيرفر محتاج جهاز لوحده، دلوقتي جهاز واحد بيشغل أكتر من 10 فيرتشوال ماشين باستخدام vSphere. vSphere هو البلاتفورم الأشهر من في ام وير لإدارة البنية التحتية الافتراضية. بيوفر في الأجهزة وفي المساحة وفي الطاقة. لكن التطوير الحقيقي بدأ لما دخل الذكاء الاصطناعي المشهد. النهارده بنشوف اي بيراقب الأحمال ويتنبأ بالضغط وينقل الفي امز تلقائي قبل ما الأداء ينهار. لو بتدير داتا سنتر أو بتفكر في الهايبريد كلاود، الشغل الذكي بيبدأ من هنا. أنا عمرو جمال، وشفت بنفسي مؤسسات عندها أجهزة قوية بس الموارد ضايعة، والسبب إن مفيش فيرجواليزيشن حقيقي. واحنا بنتكلم عن بنية تحتية لازم نرفع كمان وعينا التقني. في اللحظة دي بدعي ربنا لأهلنا في غزة، ربنا يثبتهم ويحميهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في سفير بيتكون من ESXi هايبرفايزر وفي سنتر سيرفر اللي بيدير كل حاجة من شاشة واحدة. جواه في موشن تقدر تنقل سيرفر افتراضي من جهاز للتاني في ثواني من غير ما الخدمة تقطع. وفي DRS نظام بيوازن الضغط بين الأجهزة تلقائي. لما DRS بيشتغل مع AI بيعرف الحمل جاي منين ويتصرف قبل ما أي سيرفر يتقل أو يقع. وكمان في سناب شوتس وباك ابس، وده أساسي في أي ديزاستر ريكفري بلان. لو عندك أكتر من 3 سيرفرات افتراضية، الأدوات دي هتحميك وتوفر لك كتير. هل السيرفرات عندك مستغلة بشكل كامل؟ هل في فصل بين البيئة الإنتاجية والتجريبية؟ هل النظام بيسمح بإعادة توزيع الموارد؟ لو لأ، يبقى بتخسر فلوس وأداء كل يوم. في ناس بتشتغل بالهايبر في عشان مجاني، بس بيواجهوا مشاكل في الأداء والإدارة مع الوقت. وفي اللي بيفكر في حلول مفتوحة زي الكي في ام، بس الدعم الفني والتكامل مش بنفس مستوى الفي ام وير. شركة في الخليج شغالة خدمات مالية، كانوا بيوزعوا الموارد يدوي، كل شوية يشتكوا من البطء. ركبوا لير AI بيراقب الأداء ويعيد توزيع الموارد تلقائي. في 3 شهور الشكوى قلت 40%، والهدر في الرام والبروسيسنج اختفى. لو بتدفع فلوس في ام وير استغلها صح وضيف مراقبة ذكية. مؤسسة طبية كانت بتواجه بطء شديد في الأنظمة. بعد تطبيق الفي ام وير في سفير تم تقليل استهلاك الموارد بنسبة 42%، وارتفعت كفاءة التطبيقات الحساسة بنسبة 67%. لو بتدير فيزيكال سيرفرز كتير، يبقى الفيرتشواليزيشن هو الاستثمار اللي هيوفر لك في الكهرباء والتبريد والهاردوير. في ام وير في سفير بيخليك تشغل عشرات الأنظمة على سيرفر واحد بكفاءة وأمان، وده معناه تكلفة أقل، تحكم أعلى، ومرونة أكبر في التوسع. تابع معايا لأن في الجزء اللي جاي هنشرح إصدارات في سفير وأنسب خطة ليك حسب حجم البنية التحتية. الترخيص دلوقتي بقى بنظام اشتراك سنوي على عدد الكورس. الباقة القياسية اللي هي الستاندرد ب $50 في السنة لكل كور، ولازم ترخص على الأقل 16 كور. الباقات الأعلى زي الفاونديشن بتوصل ل $135 للكور، والفي سي اف فوق ال $300. لو عايز AI مونيتورنج هتدفع 3 ل $5 في الشهر لكل هوست، تكلفة بسيطة مقابل أداء مستقر. لو أنت هيد اوف IT، خطتك الجاية لازم يكون فيها في ام وير مع ذكاء اصطناعي. وأنا كعمر مش مجرد صانع محتوى، أنا شغال في السوق ده من 15 سنة وبساعد شركات حقيقية كل يوم. وده السبب اللي خلاني أعمل الفيديو ده ليك أنت، عشان تاخد قرار وأنت مطمن. اعمل لايك لو حابب تشكرني. المحتوى ده قيم وهام للناس اللي في المجال بتاعنا، فلو عارف حد هيستفاد خليك كريم وابعته الفيديو. لو محتاج استشارة مجانية الناس اللي مش معاها موبايلي، ادخل على موقعي techwithamro.com أو ابعت لي على الإيميل info@techwithamro.com. لو البنية عندك مش مرنة يبقى محتاج virtualization حقيقي. اكتب لي في الكومنتات مفصول افتراضيا، واستنى الفيديو اللي جاي مع السيرفر اوبريتنج سيستم ويندوز سيرفر.